ياسين بونو، الحارس الذي لا يفهمه الكثيرون، هادئ مبتسم، وكأنه لا يعيش نفس الضغط الذي يعيش فيه باقي الحراس. لكن الغريب أنه يتحول إلى وحش حقيقي في اللحظات التي تنهار فيها أعصاب أقوى اللاعبين. ركلات جزاء، نهائي، نصف نهائي، مباريات حياة أو موت. هنا يبدأ ياسين بونو في كتابة تاريخه الخاص. في هذا الفيديو لن أتحدث عن تصديات بونو فقط، بل عن سره الحقيقي، سر الشخصية، سر العقلية، وسر الابتسامة التي أربكت كبار مهاجمي العالم. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل دائما بالجديد. قليلون من يعرفون أن طفولة ياسين بونو لم تكن عادية. ولد في مونتريال في كندا ثم عاد للمغرب صغيرا، ووسط هذا التنقل بين ثقافتين تشكلت شخصية هادئة منضبطة واعية. أصدقاؤه يقولون أنه كان منذ صغره هادئا جدا، لكن عندما يدخل الملعب يتحول إلى شخص آخر تماما. هذا التناقض بين الهدوء والثقة هو أول سر في شخصية ياسين بونو. قبل أن يصبح ياسين بونو الحارس الذي نعرفه اليوم، كان مجرد حارس احتياطي في الوداد، ثم انتقل إلى أوروبا وعاش أصعب فترات مسيرته في فرق الدرجة الثانية، 8 سنوات تقريبا بين الاحتياط والمقاعد والصبر. لكن هنا المفاجأة، معظم الحراس يفقدون الثقة في أنفسهم في هذه المرحلة، بينما ياسين بونو بالعكس كان في هذه المرحلة يصنع شخصيته. الصبر الطويل خلق لديه ذكاء عاطفي لا يملكه الكثيرون. أصبح يعرف كيف يتحكم في أعصابه، كيف ينتظر اللحظة المناسبة، كيف لا ينهار عندما يخطئ. هذه السنوات هي السر الحقيقي وراء رباطة جأشه الحالية. الآن ندخل للجزء المثير للجدل. لماذا يبتسم ياسين بونو قبل وبعد ركلات الجزاء؟ هل هو يتصنع الثقة أم يتلاعب بالمهاجمين؟ علم النفس الرياضي يقول أن المهاجم يفقد 30% من تركيزه عندما يرى الحارس هادئ، ثابت ومبتسم. فالمهاجم يكره الحراس الذين لا يظهرون الخوف، وياسين بونو يفاجئهم بابتسامة غير مفهومة، ليست سخرية وليست غرورا، إنها طريقة ذكية لإرباك اللاعب. ياسين بونو يجبر اللاعب على التفكير. لماذا يبتسم؟ هل يعرف الزاوية؟ هل يستهزئ بي؟ هل أنا مكشوف؟ وهنا يبدأ المهاجم يفقد تركيزه، وتبدأ أفضلية بونو الحقيقية. اللاعبون الكبار يظهرون في المناسبات الكبيرة، لكن هناك لاعبين يظهرون فقط في الأوقات المستحيلة، وياسين بونو ينتمي لهذه الفئة. لماذا؟ لأنه لاعب لديه قدرة غير عادية على السيطرة على نبضات القلب. كلما زاد الضغط ينخفض توتره. هذا ليس رأيي، هذه شهادات لاعبين لعبوا معه. يقولون أن بونو يصبح أكثر تركيزاً كلما كانت المباراة أكبر، وهذا ما رأيناه في نصف نهائي الدوري الأوروبي، النهائي ضد إنتر ميلان، كأس العالم مع المغرب، نهائي كأس إفريقيا، ركلات الجزاء التي حسمها لوحده. ياسين بونو ببساطة لاعب يحب الضغط، وهذا ما يميز الأساطير. وهنا يدخل الجدل، هل ياسين بونو هو أفضل حارس عربي في التاريخ؟ هناك من يقول نعم، وهناك من يختلف، لكن الأرقام تقول أن ياسين بونو توج باللقب الأوروبي، ووصل مع المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، حقق جائزة أفضل حارس في الدوري الأوروبي، وحجز مكانه بين أفضل 10 حراس في العالم. سواء اتفقت أو اختلفت، ياسين بونو أصبح رمزاً،
ولو حافظ على مستواه ل3 سنوات أخرى فقط سيصبح رسمياً أفضل حارس عربي في التاريخ. لنتحدث بصراحة، ياسين بونو ليس مثالياً، لديه نقاط ضعف ونقاط قوة. نقاط القوة تكمن في رد فعله الخارق، قراءة ممتازة للخصم، شخصية قوية، سرعة بديهية، هدوء تحت الضغط. أما نقاط ضعفه، الخروج من المرمى أحياناً متأخر، الكرات العرضية ليست نقطة قوته، تذبذب بسيط في المباريات العادية. لكن هذه النقاط لا تنقص من قيمته، لأن سر قوة بونو هو أداؤه وقت الحاجة وليس في المباريات الصغيرة. تعرف ياسين بونو على إيمان قبل أن يصبح نجماً عالمياً بعيداً عن الأضواء والملاعب. إيمان لم تكن جزءاً من عالم الكرة أو الأضواء، ولهذا بقيت علاقتهما بعيدة عن الإعلام لفترة طويلة. زواج هادئ، ظهور نادر، واحترام واضح للخصوصية. رزقا بطفلهما الأول والوحيد إسحاق سنة 2020، لكن مع هذه الشهرة الكبيرة وخصوصاً بعد كأس العالم تغير كل شيء. تعرضت زوجته إيمان أحياناً للانتقادات والتنمر من بعض المتابعين عبر التعليقات، خصوصاً بسبب ظهورها البسيط وبدون تجميل، وتمت مقارنتها بأخريات، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى إغلاق خاصية التعليقات. ياسين بونو أصبح نجماً جماهيرياً، ومع الشهرة تأتي المعجبات. رأيناه أحياناً يلتقط صوراً مع فتيات، يتعامل باحترام دون تصنع أو توتر. وفي السعودية تحديداً انتشر مقطع فيديو لمعجبة منقبة تقول له أن الشرع حلل 4، معبرة عن رغبتها للزواج منه كزوجة ثانية. انتشر هذا الفيديو بقوة، البعض ضحك، البعض انتقد، والبعض اعتبره موقفاً محرجاً. لكن اللافت رد فعل بونو، ابتسامة هادئة واحترام دون استغلال الموقف أو تحويله إلى جدل. كما انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول طلاق ياسين بونو وإيمان، مدعومة بتكهنات حول أسباب الانفصال، خاصة بعد إلغاء متابعتها له على إنستغرام وحذف الصور التي تجمعهما سوياً دون أي تأكيد رسمي من الطرفين، غير أن آخر ظهور لها كان خلال كأس إفريقيا في المدرجات رفقة ابنهما إسحاق. كما يلاحظ أن بونو لا يزال يضع إعجابات على الصور التي تنشرها إيمان، ما يضعف هذه الشائعات، ويرجح أن يكون الثنائي اتفق على إبعاد علاقتهما عن الأضواء. ياسين بونو ليس مجرد حارس مرمى، هو شخصية، عقلية وأسلوب حياة. حين يصبح الضغط خانقاً، حين ترتجف أرجل اللاعبين، يتقدم بونو خطوة إلى الأمام ويقول للعالم: هذا وقتي. مهما كان رأيك، لكن الحقيقة أن الحارس المغربي يملك شيئاً مختلفاً، شيئاً يجعلنا نثق به في أصعب اللحظات. وفي النهاية، السؤال الحقيقي ليس لماذا يتألق بونو تحت الضغط، بل متى سندرك أننا نشاهد أسطورة تكتب أمام أعيننا. أشكركم على المتابعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل دائما بالجديد. إلى اللقاء.